شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. ليه يعني ليه؟ احنا بأقل الامكانيات ممكن نعمل الطحينة في البيت، بدل ما نبعت نجيب كيس ب5 جنيه مثلا. يعني في امكانياتي كيس ب5 جنيه ما فيهوش معلقة طحينة، ملوش اي لازمة. يعني شايفين عامل مش هتكفي اصلا. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، الله اكبر. حاجة بسم الله ما شاء الله. طب دول انا عملتهم بكام يا جماعة؟ ربع كيلو سمسم ب20 جنيه، وكوباية دقيق، وكوباية الا ربع زيت. تمام؟ شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجة في منتهى الروعة. لا هنجيب دول برضو يعني احنا بس عشان نوقف التصوير. شايفين القوام بتاع الطحينة يا جماعة؟ شايفين القوام عامل ازاي؟ حاجة كده. بصوا انا هوريها لكم تاني، ولا هتكلكع مني بقى ولا الكلام ده كله. حاجة اللهم بارك. نصلي على الحبيب ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. مبدئيا كده معانا ربع كيلو سمسم. الربع كيلو سمسم ده قد ايه يعني؟ عيرته قد ايه؟ كوبايتين يا جماعه. يعني كوبايتين سمسم حطيت عليهم نفس الكوبايه دقيق، بس كل حاجه لوحدها. دلوقتي هنا السمسم بتاعي حطيته في الفرن بتاعي ياخد له. طبعا هتقولي طب ما انت كنت جبتيه محمص احسن وريحت نفسك. اقول لك لا يا ست الكل، معايا كوبايه دقيق نفس الكوبايه اللي عيرت بيها السمسم، عيرت بيها كوبايه دقيق، وعلى النار هنطلع منها الرطوبه وهنشم ريحتها كده على خفيف. وطبعا عماله اقلب فيها تقليبه خفيفه كده، وهطفي النار على طول وهنزلها يا جماعه. مش هكتر على الدقيق تقليب على النار علشان برضو ما يبقاش لونه بني ويخلي الطحينه بتاعتي غامقه. هتقولي ما جبتهوش ليه يا قمر السمسم محمص؟ اقولك لا يا جميله، احنا بنجيب السمسم بيبقى محمص او لونه غامق. انا جربتها على فكره، قلت بدل محمص السمسم والكلام ده كله احطه في الفرن، اجيبه محمص جاهز. لقيت الطحينه طعمها مدخن، لقيتها لونها غامق. انت دلوقتي هتعملي حاجه ببيتك نظيفه وجميله جدا. اكيد طبعا احنا مش هنروح نعمل الحاجه لاول مره بنستخدمها بتطلع مية مية. شايفين لون السمسم اهو بدأ ياخد لون على خفيف. انا بقلبه برضو، لازم تقلبيه، واحطه برضو في الفرن لسه مع ايه يعني موصلتش للون اللي انا عاوزاه. معاكوا برضو يا جماعه كده خلاص. اللهم بارك. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ واللون الجميل ده شايفين هو ده اللون المظبوط، اللي هو ولا غامق قوي ولا اللي هو ايه فاتح بقى وناي مش محمص والكلام ده. هنا يديكي طعم وريحة ولون جميل جدا. شايفين عامل ازاي؟ اللهم بارك. ومعايا كمان الدقيق بتاعي. يلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. تمام؟ شايفين الدقيق اهو برضو مش غمق مني ولا حاجة يا جماعة. بالتدريج كده. حابة برضو تستخدمي اللي هو نص الربع اللي هو تمن براحتك. انا ما عنديش كبة يا جماعة. المطحنة بتاعت الفلفل الاسود والكمون اشتغلت بيها، دي الحاجة الموجودة في كل بيت. معايا 3/4 كوباية زيت، يعني مش مليانة أوي. جربتها المرة اللي فاتت مليانة، لقيت الطحينة مزيتة قوي يعني. تمام؟ احنا خدنا نص السمسم بالتدريج كده وايه عملته يعني عايز ايه شويه زيت صغيرين. انا هحط له شويه زيت صغيرين عشان ايه ما الكبه بتاعتي ما تنزلش او المطحنه بتاعتي ما تنزلش زيت، لانها بتتقلب على وشها الناحيه التانية عشان ايه تضرب السمسم. طبعا هنا بقى نعم معايا بقى زي الفل. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ احنا هنا مكوناتنا بسيطة جدا وموجودة في اي بيت. برجع تاني بقى على شوب الخلاط. لو انا بستخدم كبة يبقى هشتغل في الكبة او العناخر. رجعت تاني ببقية السمسم بتاعي علشان ما يبقاش تقيل على الكبة، والكبة يبقى سهل ان هي ايه تمشي معايا. وبنحط شوية زيت زي ما قلنا. تمام؟ وتلاقوها شغالة معاكم. شايفين بسم الله ما شاء الله؟ كده احنا بقى ايه يعتبر خلاص خلصنا اللي احنا عملناه في الكبة. وهنحط كل المكونات كلها في شوب الخلاط. قلتلك ممكن تشتغلي اول عن اخر. انا اشتغلت لكم في الخلاط يا جماعه عشان يبقى ايه محدش يقول لك اصل انا ما عنديش كبه، وانا برضو ما عنديش كبه والله. تمام؟ انا عملت في المطحنه. المهم دي انا بنزل فيه بالتدريج لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. واحده واحده يا جميله. بصي بعد ما انا ضربته في الخلاط حسيت انه عايز بقيه الدقيق، قلت يلا نكمل بقيه الدقيق مع بعض. وبعد ما حطيت الدقيق وحطيت كل المكونات بتاعتي، تعالوا نشوف العظمه والجمال. اللهم بارك. الواحد بيبقى مبسوط جدا يا جماعة لما بيعمل الحاجة في البيت وبتنجح معاه. بيحس انه وفر، مش بيحس انا وفرت يا جماعة، انا وفرت والله. شايفين الجمال؟ ناس كتير بتدخل تقول لي هو فين التوفير؟ ازاي نوفر بقى؟ وريني. ادينا هو وفرنا. شوفوا علبة الطحينة او البرطمان الطحينة الصغير بتباع بكام في اي سوبر ماركت، واحنا جبنا ربع كيلو سمسم بس، وكوباية دقيق، وكوباية الا ربع ايه زيت، او تلتين يا رب زيت. تمام؟
يعني جربي كده وقولي لي ايه رأيك. يا رب طريقة النهاردة تكون عجبتكم والفيديو يكون خفيف عليكم. ما تنسوناش بقى كومنت جميل منكم يا احلى اخوات، بحبكم في الله كتير. لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم احلى اخوات.